السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناه سيدات البيوت. الا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه المرجو الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي. وصفتي ان شاء الله لهذا اليوم هي وصفه يعني تقليديه بلديه يعني رائعه. هما اليوم غنقدم ثلاثه يعني ديال الحاجات ان شاء الله اللي غادي تفيدكم في الدار ديالكم. اللي هو اول حاجه غنبدا بها كيفاش تقادي الزبده يعني بلديه غير من الزبده العاديه. هاد الوصفه هذه بالضبط شفتها في قناه هي قناه الخاله ديالي الله يحفظها، قناه نعم الله. انا غادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. راه كتجي بحال الزبده البلديه تماما، وللعلم غنقول الكلام اللي هي تقريبا قالته. هاد الزبده البلديه اللي غنقادو دابا يعني راه كتجي زبده فعلا بحال البلديه تماما، ولكن غير للدار، غير ليكم والمالين الدار. يعني راه ماشي كي قالت هي لي الغش او لا شي حاجه، يعني غير حنا كنعشقوا بعض الخطرات الزبده البلديه وما كتكونش الزبده البلديه يعني كتكون غاليه ودغيا كتسالي وما كتلقايهاش يعني شي زبده بلديه زوينه نيت كتلقايها اصلا نيت كاين اللي كيبيعها مغشوشه. فنقادو نيت الطحنيه في الدار. هاد الزبده البلديه اللي غادي نقاد كي قلت لكم في الوصفه الاولى والوصفه الثانيه اولا الثالثه، المهم ما عرفتش شنو غنسبق، هو الحامض مصير كيفاش يجيكم زوين خاتر ومعسل، وكذلك زيت زيتون منسمه بالاعشاب بحال اللي كتحط في السناكات زوينه، يعني زيت منسمه. هادو ثلاثه ديال الوصفات اللي غنقدم لكم اليوم ان شاء الله كل هي مفيده في المطبخ ديالك. بالنسبه اولا الزبده فكنحتاجو يعني ربعه ديال الزبده ديال الباكيه، رابعه اي نوع كتستعملوا. وهنا عندي اللبن نيتي ديال الحانوت ديال الكرتونه، داك اللبن اللي تحاولوا تشوفوا انه يكون ثقيل، يعني كاين واحد تيكون خفيف شي شويه وكاين واحد كيكون ثقيل، من الاحسن يكون هكذا ثقيل. وغنحتاجوا يعني طراب فاش غادي نطربوا هاد الزبده. غادي اولا ناخذ الزبده نوضعها كامله هنايا. الزبده كتجي رائعه، يعني راه ما تفرقيش بيناتها وبين الزبده البلديه. غادي نحاول نوضعها كامله هنايا فاش الزبده كتلصق. هاد الوصفه كي قلت لكم ديال الزبده بالضبط خديتها من قناه نعم الله اللي هي قناه خالتي. انا غنخلي لكم نعاود نفكركم بانني غنخلي لكم القناه في صندوق الوصف، اللي بغى يدخل ويشوفها راه كدير وصفات زوينين وصفات بلديين من الطبيعه. انا غادي نخلي لكم اللي بغى يدخل يشترك ويشوف الوصفات. غنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. دابا غنحتاج الطراب اولا تستعملوا مولينكس اولا انا غنستعمل غير هذا الطراب هذا. انا غادي نحاول ننزل كاع الزبده. بالنسبه للبن فهنايا ما غاديش نحتاج يعني كاس كامل، غنحتاج تقريبا واحد النص ولا ربع، يعني على حسب. غتبقاو تزيدوا هكذا، يعني ما غاديش تكبوه يعني كامل دقه وحده، لا غادي تزيدوا بشوي بشوي بحال هذه الطريقه. وغادي نبدا نطرب. وهنا كي كتشوفوا يعني راه طربتها مزيان تقريبا البنات ولا المشاهدين
استهلكت الكاس كامل يعني، ولا على حساب حتى اللبن. يعني اللبن الا كان ثقيل ولا كان خفيف يعني راه كيخصك اكثر يقدر. هادشي اللي انا قلت. المهم انا استعملت الحليب كامل. فانا غادي نجي غادي نحاول انني نديرها في شي حاجه، شي سوبيره، نديرها في شي سوبيره هكذا، اولا نقدر نرجعها هي لهاد يعني الحك ديالها العادي بحال هكا. كي كتشوفوا راه ولات بيضه اكثر اللون ديالها، بحال هاني كثرات. هانتوما كتشوفوا الحجم ديالها كيفاش تزاد. هادشي علاش انا بغيت نرجع لكم هنا يعني باش تشوفوا حتى الفرق ديال انها كتطرب كتزيد كثر. هذه هي الوصفه ديال الزبده، يعني تتكون شكل زبده بلديه والمذاق ديالها يعني تبدلوا واش الزبده يعني بلديه، كيكون قريب بزاف للزبده البلديه. كاين اللي ما كيفرقش في انها زبده بلديه. هذه هي الوصفه ديالنا الاولى ديال الزبده البلديه. ان شاء الله دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الحامض مصير. ودابا غادي ندوزو باش نقادو المصير، الحامض المصير اولا الحامض المرقد كله شنو كيقول ليه. كنحتاجوا لهاد الحامض، هذا الحامض البلدي يعني ماشي داك الغليظ، ماشي داك الحامض الكبير اولا السيترون. كنحتاجوا لهاد البلدي هذا يكون صفر هكا وزوين، ومن الاحسن يكون ملبب يعني فيه باش يعطينا الزوين الماء كثير. هذا مكان. وغنحتاجوا يعني الملحه غتخصكم واحد على حسب شحال عندكم، يعني واحد 3 الباكيات د الملحه ولا 2 باكيات 3 الباكيات د الملحه. هذه يعني الطريقه راه ساهله بزاف. يعني راه هذا الفيديو ما يحتاج يعني انه يقدر يتصور، ولكن بالنسبه لي كاينين الناس اللي ما عمرهم داروا يعني المصير في الدار، وكاين ثاني المبتدئات اللي غادي تبغي ديروا اول مره. يعني كي غتشوفوا راه قطعته على هذا الشكل، قطعته تقريبا هكذا على 4. كتشوفوا كنخلي يعني حتى هذا القياس. انا غادي نحاول انني نبدا نديرهم تقريبا كاملين على هذا الشكل، نقطعهم حتى لهذا القياس هذا. باش انا ما نعطلكمش يعني وما ياخذليش الفيديو وقت اطول، غادي ناخذ واحد يعني واحد التفصيل. المهم هنا البنات هاني راه غسلته، يعني غسلته تقريبا بالنهار وخليته تسقطر. باش حيت نديروه كنديرو يعني نقيره. كي كتشوفوا راه مغسول مزيان، غسلته مزيان ومسحته اولا خليه يتسقطر. يعني فوق الملحه غادي نعمرو هكا ونعاودو نحلوها هذا الشكل هذا ونعاودو. وثاني تتبقى كل واحد وطريقته يعني بهذا الشكل هذا، يعني كتعمر كامله بالملحه وكتبقاي انت كتخشي في البيدو الداخل، يعني كتبقاي تحطي حتى كتعمر يعني بوحده بوحده، اولا تبقاي تحطيهم حداك باش ما تعذبيش. يعني انا ما بقيتش كيفاش نصور، يعني نشد كنصور غير بالتليفون، ما بقيتش كيفاش نشد يعني التصوير كامل. يعني بنفس الطريقه راه ساهله بزاف. يعني هاد المصير انا ما كيخطانيش صراحه، دائما كنقدو في الدار لان ما كنحبش ما نحتاجش باقي نشريه وكيبقى عام واكثر من عام. تقريبا هذا اللي بقى عندي دابا ديال العام اللي فات. قرب يسالي ليا وقلت نصاوب الاخر، وكنغتنموا الفرصه فاش كيكون الحامض. يعني كتكون الناس ديما كيغتنموا هاد الفرصه ديال فاش كيكون الحامض هكا يعني رخيص الوقت ديالو، لانه كيكون واحد الوقت غالي حيت ما تيكونش متوفر. وكيجي واحد الوقت اللي كيوصل غير 4 دراهم 3 دراهم الكيلو، فما فيها باس تشري يعني واحد القدر كبير هكا وتخدميه في الدار. راه ساهل، شي حاجه ساهله وتخليه في الدار عندك تبقى.
كنزاحمو باش يطلق داك الماء، ماشي كنعصرو انما كنزاحمو مزيان، ندخلهم مزيان. هانتوما هادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، يعني انا زاحمتهم يعني ما تيتحركوش كيفاش كتشوفوا. يعني هنايا غادي نعمرو كاملو، وفاش دوز واحد 3 ايام و 4 ايام يعني غادي تحسوا به، غتشوفوه بلا راه بدا تيهبط. علاش كيهبط؟ لانه تيطلق داك الماء كيتفاعل مع داك الملحه وتيبدا هو بحال الا كيرطب وكيهبط. غنعاودو نزيدو حامضات اخرين صبرين جداد ونعاودو نحطوهم وندكسو ونعاودو نسدو. تقدروا ديروا ميكا هكا غشاء بلاستيكي ولا يعني هذاك ديال المطبخ وتسدو عليه مزيان. بالنسبه لهذاك ديال العام الفايت اللي عندي انا نوري لكم دابا هو هذا. كتشوفوا يعني انا واخده منه، ها نتوما ها هو. غناخذ لكم اي وحده، يعني انا غير حيدته كي كتشوفوا. انا غناخذ لكم وحده بالماء ديالها، يعني كي كتشوفوا الماء معسل. هذا هو الحامض المصير، يعني كيجي رائع وما تحتاجيش تشريه. يعني كديريه في الطنجيه، كديريه في الدجاج، كديريه في كلشي، رائع بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه وندوزو باش نكملوا بقيه يعني الوصفه الثالثه ان شاء الله. بالنسبه للزيت المنسمه بالاعشاب، يعني كنحتاجو بطبيعه الحال واحد القرعه ديال الزيت فاش اللي غنحتفظوا بها بعد الزيت، وكذلك زيت الزيتون. وبالنسبه يعني الاعشاب اللي غادي تخصنا باش نسمو او المنسمات باش نسمو هذا الزيت، تتبقى لنا شحال من حاجه اختياريه. هنايا عندي واحد 2 فلفلات يعني هكذا مزاود غير صغار حامين. هنايا ديرهم انا طريين. ممكن الا كنتي ما بغيتيش ديرهم طريين، في حاله ما كنتيش غطولي بالزيت، لان الفلفلات طريين غيطلقوا لينا الماء في الزيت مع المده. فهنايا غادي ندير انا غادي نديرها باش لانني كنستعملها بزاف. الا كنتي غطولي بالزيت من الاحسن تستعملي هذيك الفلفله الهريسه، تنقولها حنا الهريسه اولا الفلفله اليابسه مزاود، هذيك اللي تستعملي الا كنتي غطولي بالزيت. وهنا عندي كذلك ازير اكليل الجبل يابس، وكيف ما يمكن تعمليه طري يعني اللي تواجد عندك. هنا ورق العار او ورق سيدنا موسى، واحد 3 ديال الوريقات هكا صغارين. وكذلك انا عندي الزعتره، ممكن دير زعتره ممكن زعتر، كذلك تتبقى اختياريه. انا نفضل ندير الزعتره كيعجبني المذاق ديالها. وهنايا كذلك اختياري فلفله حاره. هنا في حاله كنتي دايره الهريسه فما تستعمليش يعني كنتي دايره الهريسه مزاود فما تستعمليش الفلفله حاره او الهريسه حاره. هنايا عندي الهريسه حاره مدقوقه، فمن الاحسن كنتي دايره الهريسه ما ديريهاش. كنتي دايره بحالي غير هكا يعني غادي ندعم شويه نسمه ديال الحار بالهريسه هكذا اللي كيعجبو الحار. دابا غادي نحاول انني نخشن هادشي كله. غادي ندير دوك المزاود، كندير دوك الورق سيدنا موسى، ما نزيدش تخشب هكا ماشي مشكل، نهرسو شويه. وكذلك غادي نخوي هذاك الزعتره بشويه. وانتم انا كيبقى لكم ديروا المقدار يعني اللي بغيتو، يعني كنتو بغيتو داك المنسمات يكونوا مجهدين يعني في الزيت ممكن تزيدوا ديروا مقدار مضاعف. انا هنا كثرت الازير لان الازير كيعطي واحد المذاق زوين في الزيت. الا كان طري كان غيكون احسن، انا ما توفرش عندي طري، يعني الا كان غش طري راها مزيان. هاد الزيت المنسمه يعني كناكلوها مع البيتزا، ممكن تنسموا بها العدس ديالكم فاش تكونوا كتاكلوا العدس، يعني غتستعملوه بزاف ديال المنسمات، بزاف العز عليه الحار. يعني في البصاره فاش يعني كنكبوا ديك الزيت في عوض ما نكبوا الزيت البلديه، يعني كديروا هاد الزيت المنسمه وكتكون احسن. دابا انا غادي نجيب شي حاجه باش نخوي داك الزيت
غنجيب هنا غير واحد الدوز نخوي الزيت، غنحاول ندخل هادو ونكب عليهم هكذا الزيت. بسم الله. انا غنضيف الزيت وصافي. لان شويه غنبقى غادي نحاول انا نقص باش نقدر نسد. هذا هو خليط ديال الاعشاب المنسمه كيف تشوفوا. يعني دائما كنلقاوها في المحلات ديال البيتزا كيحطوها لك مع البيتزا لانها كتعطي واحد المذاق رائع. كاين اللي كيدير الزعتر، كاين الزعتر، يعني كل واحد على حساب شنو هو كيفضل واشنو كيبغي. وهذه هي هادو هما الوصفات الثلاثه ديالنا. بغيت نوريكم غير الحامض المسيح اللي كتشوفوا راه من بعد ما تسد راه باش تشوفوا. ياك شفتوا داك النهار عمرتو حتى الفوق ودابا راه بدا كيهبط لانه بدا كيطلق واحد شويه ديال الماء. عرفتش كيبان لكم شفتوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وخليو لي لايك الى عجبكم، وشكرا على المتابعه، وتنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الاشياء البسيطه، وشكرا مره اخرى على المتابعه.